كنت أعمل في إحدى محافظات الشمال. في ليلة من الليالي ذهبت أجيب عشاء. كنت جائع وعجل لأن المطعم قد يغلق، فاستعجلت وعكست الشارع، فإذا أنا بطفل يمشي وسط الشارع على سيكله. ما شعرت إلا وأنا قد دهسته، وقد تبطنت كثراتي على السيكل وعلى الطفل. تعديت بالسيارة ووقفت، فإذا أنا الدم يمشي في الشارع، فهربت. الناس تجمعت والتمت وصار في أصوات ونداءات واستغاثات، وأنا هجيت. المهم مريت على الشارع بعد 3 أيام، فإذا الشارع هادي ما في أحد يروح ويجي، عمال البلدية ينظفونه، وضعه عادي. سألت في الحي بعض أطراف الحي عن ما حصل عن الطفل، ولا أحد أجابني. مع الوقت بديت أسأل زملائي وأخوياي اللي معي، ما حيعطاني. كنت خائف ووجل ومرتاع، ولا أريد أن يصل إلي أحد ولا يعرفني أحد. في تلك الأيام كنت أطلب نقل للمنطقة الغربية، وبالفعل جاءني النقل، وفرحت فرح عظيم بهالنقل، لأنه سيبعدني عن مكان المشكلة وعن المشكلة كلها. وفعلا طلعت إلى المنطقة الغربية، لكن طلعت فقط بجسدي، لكن روحي وتفكيري وعقلي وقلقي كله بمنطقة الشمال. أفكر بالطفل، هل مات؟ هل هو حي؟ هل نجا؟ هل قتل في ذلك الحادث؟ ما أدري وصل عليه. وكان الألم يتحوطني من كل جهة، والجرح يأتيني من كل جانب، حتى إنني ما عدت أهنى بطعام، ولا أهنى بشراب، ولا أنام بليل. بعدها بسنين تزوجت، وبدأت حياة زوجية عائلية، وانخرطت في أعمال الدنيا وفي التجارة وفي الكسب وفي الذهاب والجية. بعدها جاءني أطفال، استمتعت بهم وفرحت بهم، لكن ما زال في ذهني ذلك الطفل. والله ما غابت صورته عن عيني ولو ليلة واحدة. كل ما طاح طفلي أو انكسر أو جرح أو تألم أو بكى أو صرخ، ذكرت ذاك الطفل. كل ما رأيت دم ذكرت ذاك الطفل. كل ما رأيت أطفال يلعبون مع بعض البعض على سياكل ذكرت ذاك الطفل. كل ما مرت بي أم تضم طفلها أو تخمها أو ترفعه أو تجلسه ذكرت ذاك الطفل. عجزت عيا يغيب عن خاطري عن مرأى عيني تلك النظرة وذلك الألم والسيكل المتكسر والطفل المجندل على الأرض والدم الذي يسيل حوله. عيت تغيب عن ذهني أبدا. المهم بعد مضي ما يزيد على 20 سنة قررت قرار لا رجعة فيه أن أعود إلى ذلك المكان. عدت إلى ذلك البلد بعد 20 عاما خائفا أترقب. البلد تغير كثيرا، مره أكثر عهد الملك فهد رحمه الله وكل عهد الملك عبد الله. مر على ذلك البلد تغير كثيرا، ازدهر وتحضر وتغيرت شوارعه وكثرت الفنادق فيه وأزهر وصار بلد جميل جدا. إلا تلك الحادثة لم تتغير في ذهني. ذهبت إلى ذلك الشارع، وقفت في نفس موقف الحادث وأنا أنظر وأتأمل كأنها البارحة. السيكل المتكسر والولد المجندل الملطخ بالدماء والناس الذين هرعوا من كل جانب، وأنا أتأمل المشهد. ناداني رجل من خلفي: ولد، أنت ولد. فالتفت إليه، سلم علي وقال لي: تفضل. قلت: أبدا شكرا. قال لي: وش عندك واقف هنا؟ قلت: أبدا أتأمل الشارع. ثم تشجعت ونظرت إليه وقلت: هل تذكر حادث حصل في هذا المكان قبل 20 سنة دهس طفل في هذا المكان؟ قال: والله أنا أسكن الحي لي فوق 24 سنة، ما أذكر حادث حصل في هذا المكان. قلت: طفل مات أو قتل في هذا المكان؟ قال: والله ما أذكر المكان هذا أن قتل في طفل أو مات في طفل. المهم انتهى كلامي معه. صرت أزور الحي مرة بعد مرة، أسأل سكانه، ما أحد أعطاني خبر. ذهبت بنفسي إلى الشرطة حقة البلد وسلمت نفسي، قلت: أنا قتلت طفل، دهس طفل وقتلته في هذا المكان. وراجعوا قالوا: تذكر التاريخ؟ قلت: نعم. ذكرت التاريخ لهم، قالوا: ما في طفل مات في ذلك الوقت. قلت: يمكن جرح المستشفى. قال: يا ولد، احنا ما احنا فاضي لك، انت سألتني عن ولد مات بهالمكان او قتل، ما في احد في ذلك التاريخ. يقول: ما اخذت بكلامهم، اعرف السيارة تبطنت، الطفل والسيكل تبطن والدم سال من كل مكان. المهم قابلت امرأة في بقالة في ذلك الحي تشتري، عجوز كبيرة، ولما انتهت من الشراء دفعت عنها مصاريفها، حاسبت عنها بالنيابة. شكرتني
وقلت لها يا خالة أنا ما أبي شكر منك، أبي طلب واحد فقط. قالت وشو؟ قلت طفل دهس في هذا الحي بالشارع الفلاني اللي هناك قبل 20 سنة. فتبسمت وقالت وش تبي يعني أنت؟ قلت الطفل وش صار عليه؟ قالت الطفل طيب بس عائلتي انقلت على الحي وسكنت بحي آخر جديد. سألت عن عائلتي سمتهم لي وذكرت حيهم، ذهبت إليهم، قابلت والده، سلمت عليه، تقهويت عنده، جلست معه، نزلت فنجالي، قال تقهوى. قلت والله ما تقهوى الا انت تعطيني مطلوبي. قال اقسم بالله اذا كنت املك لاعطيك اياه. قلت ابيك تسامحني. قال نعم. وعلى ايش اسامحك؟ قلت انا اللي دهست ولدك قبل 20 سنه. نظر الي يتاملني وقال اما انا فقد سامحتك، وعسى ربي ولدي يسامحونك على الذي صنعت. ان دخلتنا في الم وماساه لكن الله نجانا منها. قلت اقسم بالله لو احسست بالالم اللي عندي والجرح اللي عندي والقلق اللي عندي والتفكير اللي عندي، الليل ما عاد انام والنهار ما عاد اهنى والاكل ما يعنيني والشرب ما يهنيني، والله لو تعلم حجم المأساة التي عشتها طوال 20 سنة والله لتعذرني يا خال. قال والله اني اعذرك، والله اني اعرف اني اعذرك. قلت طيب الولد وينه؟ الولد وين؟ قال الولد طيب ومعافى ومعلم في المنطقة الشرقية الآن، يجينا كل أسبوع. قلت لا أنا بروح لمه. قال أجل الرجال بالجهة الفلانية بالإدارة الفلانية بالمدرسة الفلانية. يقول على طول أقرب طيارة وركبت من فوري باتجاه المنطقة الثانية. صاحبتني إحدى الصحف المحلية لتصوير ذلك المشهد. قابلت الولد في مدرسته، أول لقاء بيني وبينه، حضنته وقبلته كأنه ولدي وعلمته. قلت أنا اللي سويت هذا، أنا اللي فعلته، أنا اللي أخطيت بحقك، أنا اللي ظلمتك، أنا الذي آذيتك، أنا اللي تعديت عليك، فاعذرني وقابل مني مسامحتي. قلت والله لو تعلم حجم الألم اللي عندي طوال 20 سنة والله لتعذرني. قال أعلم، ولعل الله سبحانه وتعالى عاقبك بالألم الذي أحسسته والوجع الذي عانيته حتى تعرف ما فعلت بالآخرين. وهذه تراها نصيحة للأحبة جميعا معنا، الإخوة معنا جميعا. إذا صنعت شيء أو أخطأت في شيء واجهه وتحمل عواقب خطأك، والخوف إذا وقع في نفسك واجهه، والألم إذا